ان شاء الله باذن الله مش هكون ببالغ ابدا لو قلت لك ان ده افضل فيديو هيفهمك الفرق الواضح جدا بين البنزين ال 80 وال 95. فتابع الفيديو عشان تستفيد. يلا بينا. مبدئيا كده يا جماعه، الناس اللي بتصحى الصبح كده على الفطار تحضر 2 ماجستير و3 دكتوراه، الفيديو ده مش ليك، ما تكملوش. الفيديو معمول بامكانيات بسيطه لكن برضو استفدنا منه في الاخر. طيب البلاطه الاولانيه دي هنحط عليها بنزين 95، والثانيه دي هيكون عليها البنزين ال 80. ليه حاطط 95 و80؟ علشان يبقى الفرق شاسع والنتائج توضح اكتر ما يكون. ابتديت هنا احط البنزين ال 80 على الورقه زي ما انت شايف كده، بس يمكن استعجلت شويه في حطه وما حطيتش كميه كبيره كمان. ابتديت بقى ايه، رجعت اعيد تاني كده على الاماكن اللي انا ما حطيتش عليها. خلاص. وانتوا عارفين طبعا لان البنزين بيطير على طول، فوانس ان انا خلصت البنزين، اول ما خلصت احط يعني ابتديت اولع. اول ما قربت، قبل ما اقرب منه مسافه كافيه، اشتعل بسرعه جدا، والنار كانت قويه وفيها دخان كتير جدا واشتعال سريع بشكل خض يعني. يعني يمكن ده اللي احنا عارفينه عن البنزين، بس ده مش اللي هتشوفه بقى مع ال 95. المهم ابتدت الورقه تتحرق زي ما انت شايف كده. خلاص. وابتدى هو يحركها، يعني عاوز اقول لك البنزين ال 80 قوي جدا في الاشتعال. الورقه خلال فتره صغيره جدا اتحرقت بالكامل وما سابش حاجه منها، وبدون ما ساعد انا ولا حرك الورقه لا يمين ولا شمال، حرق الورقه كلها في لحظات. طيب خلصنا، نبتدي بقى مع ال 95. ابتديت بقى هنا اوزع بانتظام اكتر علشان في ال 80 انا اتسرعت. وده درس لينا كلنا، اي حاجه في الاول بتعملها بطريقه، تاني مره بيبقى احسن، تالت مره بيبقى احسن. عشان كده الصبر يا جماعه، دي نصيحه عامه كده ملهاش علاقه بموضوع الفيديو. فابتديت ارص كده البنزين زي ما انت شايف كده، نقطه جنب نقطه، عشان يبقى متوزع بشكل دقيق وما انساش اي حاجه، وتبقى الورقه يعني ويل سوكد بالبنزين. فرجعت الاماكن الثانيه وزودت هنا شويه عشان يبقى الاشعال يعني ايه، مظبوط، ما يتعبنيش وهو بيتحرق. كده كده البنزين بيتحرق بسرعه، بس يعني عشان يبقى الامور ايه. ابتديت ان انا اولع الولاعه، قربت منه اولا لمسافه كافيه. الحاجه الثانيه، الاشعال ما كانش زي ال 80، وكميه الدخان موجوده لكن اقل من 80. الحاجه الغريبه بقى انه بارد جدا، البنزين ال 95 ده بارد جدا وعلى مهله كده ورايق وبيتحرق بالراحه. انت عارف تحس انه بيريزيست كده او بيقاوم عمليه الاحتراق اصلا. وناره هاديه كده، بارد بشكل عام. لو انا هوصفه بانه بارد مقارنه مقارنه بال 80 اللي هو الايه الحمش السريع القوي. بص هنا ابتدى خلاص النار هتطفي اصلا. وده كان غريب جدا بالنسبه لي، يعني مش متخيل ال 95 للدرجه دي. يعني انا عارف ان هو بيقاوم عمليه الاحتراق اكتر من 80 بس مش الدرجه دي. فاضطريت ان انا اعدل له الورقه قبل ما النار تطفي، يعني عشان برضو ايه، نخلص يعني. فعدلت له الورقه بحيث برضو كميه الاكسجين اللي داخله تبقى اكتر. فطبعا اتحرقت الورقه لكن في وقت اطول بكتير قوي من البنزين ال 80، واحتاج كمان ايه، مساعده. طيب نستفيد ايه بقى من التجربه العبره اللي انت عملتها دي؟ مبدئيا كده علشان الناس ما تفهمش غلط، انا هنا مش بحاكي الظروف اللي بتحصل في غرفه الحريق او غرفه الاحتراق داخل المحرك. انا هنا مش بعمل ده، لان انا مستحيل اقدر احاكي ده. ليه؟ غرفه الاحتراق يا جماعه بيبقى فيها ضغط عالي جدا وحراره عاليه جدا، فما نقدرش نعمل ده. فكده الجماعه اللي بتحضر ماجستير ودكتوراه ما تناقشش رساله هنا. انا دلوقتي بقول لك اهو، انا مش بحاكي الظروف دي، انا بقارن عمليه الاحتراق بشكل عام بين البنزين ال 80 وال 95. وليه 80 وليه 95؟ علشان الفروق تكون واضحه جدا. طيب نلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان البنزين ال 80 بيتحرق كده في ثواني. يعني عاوز اقول لك انا ماسك الولاعه من قبل ما اقربها للمسافه الكافيه من وجهه نظري اتحرق لدرجه ان هو خضني. فكان الاحتراق سريع جدا جدا، ما احتاجش مساعده جدا مني. الاحتراق كان في وقت يعني سريع للغايه. لو قارنا الوضع ده ب 95 هتلاقي ان انا احتجت اقرب لمسافه اقرب. فدي اول نقطه. النقطه الثانيه، الاحتراق كان بطيء على مهله، تحس ان هو ويل كنترول، ده احتراق متحكم فيه، بيتحرق في الوقت الايه، في وقت بطيء، في الوقت المناسب. البنزين بيريزيست، بيقاوم عمليه الاحتراق، وهو ده الهدف الاساسي من ال 95. على العكس ما ناس كتير معتقده ان ال 95 ده ايه، يقول لك ده حامي على العربيه، بتحرق في ثواني، حامي على العربيه. الحقيقه لا، ال 80 هو اللي حامي. ما فيش حاجه طبعا اسمها حامي على العربيه، المصطلح ده في حد ذاته مش صحيح، لكن الحامي اكتر لو احنا وصفنا بقى مظبوط واللي بيتحرق بشكل اسرع هو ال 80. طيب خلينا نفهم الموضوع. ليه بقى ال 95 رغم انه بيتحرق ابطا وبياخد وقت يعني اكتر وبارد ورخم وسخيف اغلى، وال 95 الشديد العنيف ارخص؟ بص يا سيدي، هنفترض ان دي غرفه احتراق، هو بقى برضو ايه، بيستم او يعني مكبس، بيستم او مكبس يعني. خلاص. طيب المكبس بيكون تحت كده. هنقول ان الوضع المناسب لعمليه الاحتراق المثاليه اللي تديك افضل قوه المحرك، المفروض المكبس ده يوصل هنا الاول، بعد كده البوجيه يدي الشراره بتاعته والبنزين يتحرق. خلاص. يبقى لو البنزين اتحرق بدري قبل ما المكبس ده يوصل هنا، عمليه الاحتراق دي مش هتكون كويسه والموتور هيبقى ضعيف. خلاص احنا كده اتفقنا على الشروط. طيب البنزين ال 80 بقى ده سخنان على طول، حامي زي ما بيقولوا. اول ما بتبتدي المكبس يتحرك فوق مع الحراره ومع الضغط ووجود شويه ترسبات كربونيه، بيستعجل يجي على طول ايه، حامي بقى، يجي على طول حاصل له عمليه الاحتراق، يتحرق بهنا
ما يستناش لما المكبس يوصل فوق، لا يتحرق بدري هنا. خلاص. طيب معنى كده ان احنا محتاجين بقى حد كده بيرزيست وبيقاوم وبيستحمل وبارد وما عندوش دم، يفضل مستحمل ما يرضاش يتحرق الا عن طريق شراره البوجيه. مين بقى اللي هيعمل كده؟ زي ما شفنا من تجربه البنزين 95، بيفضل مستحمل 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 لحد ما البستم يوصل فين؟ يوصل للعلامه اللي احنا عاملينها دي، بدون الدخول في تفاصيل يعني وشرح للموضوع عشان ما نشتتش الناس. طيب بيصبر لحد ما البستم يطلع فوق ويتحمل الضغط والحراره، ولو في ترسبات كربون بسيطه يعني مش قويه بيتحملها كمان، ما يتحرقش بس الا عن طريق شراره مين؟ البوجيه، فيدينا افضل قوه لمين؟ للمحرك. كمان بعض المحركات بيكون عندها نسبه انضغاط عاليه، يعني زي محركات التربو والمحركات الحديثه، دي ما بتبقاش هنا بقى، بتبقى فوق كمان، يعني بتبقى على مسافه قريبه اكتر، فالضغط بيكون اشد. البنزين ال80 مش هيتحمل الكلام ده نهائي، هيتحرق فورا. مين اللي هيصبر لما البستم يطلع اعلى كمان؟ هو البنزين ال95. فاتمنى الحته دي تكون قدرنا ان احنا نوضحها. نخلص التجربه على كده ونستكفي؟ لا. ليه بقى؟ هل معنى كده البنزين ال80 ده زباله يعني ما ينفعش خالص؟ لا طبعا، العربيات الكربيراتير مناسب جدا بالنسبه لها. هل هو بنزين يعني زي الميه ومالوش اي خصائص وعاوز ضرب النار ويعني ما ينفعش خالص؟ الحقيقه لا، لان انا لما كملت التجربه عليه هو فعلا بيقاوم برضه الاحتراق. خلينا بس نشوف الاول بقيه الحاجات اللي احنا عملناها وبعدين نكمل. طيب جبت جمره علشان احاكي ترسبات الكربون اللي داخل المحرك، فهل هيقدر يشتعل عن طريق الجمره دي ولا لا؟ يلا بينا نشوف. دايره كده حطيت فيها بنزين 80 خلاص، وبعدين نفس الدايره بعد كده او اللي جنبها حطيت فيها بنزين 95 زيها برضو بس اقل شويه. انا خفت طبعا ان هو يسيل، مفيش فايده يعني لا ده اتحرق صراحه، مفيش فايده اطلاقا. يعني قربته كذا مره ولزقته فيها ما اتحرقش اطلاقا، ابتدى يعمل دخان بسيط كده ولكن رافض ان هو يتحرق. ده معناه ان هو بيقاوم عمليه الاحتراق الا عن طريق بس الا عن طريق البوجيهات. قلت لا خلاص هجيب قماشه واحاول اعمل نفس الموضوع. خد بالك هنا مش بولع بشكل مباشر عن طريق الولاعه، هنا عن طريق الجمره. حطيت قماشه مفيش فايده برضو، فالاثنين ما بيتحرقوش الى حد كبير الا عن طريق وجود شراره كهربائيه او نار مباشره. ما الشراره الكهربائيه يا جماعه تعتبر نار مباشره، فهم الاثنين سواء ال80 او ال95 بيحاولوا ما يتحرقوش الا عن طريق مين؟ الشراره او الشراره الكهربائيه، النار المباشره. لكن طبعا ال95 اكيد يعني افضل من ال80 بكتير. قلت كمان هحاول ارش على الجمره بقى مباشره، لان اللي بيحصل الرشات بترش فعلا على ترسبات الكربون احيانا بشكل مباشر. جبت الجمره خلاص وابتديت ارش، نفخت فيها كم مره كده اتاكد ان النار موجوده، ابتديت ارش بشكل مباشر ال80 ورشيت ال95. لا ده اتحرق ولا ده اتحرق، رغم ان في بعض المواد زي مثلا السبيرتو على سبيل المثال بيتحرق، لو عملت كده النار هتمسك على طول في الفحم. لكن البنزين ال80 او ال95 كلاهما بيحاول يقاوم عمليه الاحتراق عن طريق عن طريق اللي هو الجمر او ترسبات الكربون. بيحاول ما يتحرقش الا عن طريق مين؟ عن طريق الشراره الكهربائيه التي تمثل النار المباشره زي ما عملنا في اول التجربه. لكن عن طريق الجمر او الفحم او اي حاجه. ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل زي ما شفت ان البنزين ال80 وال95 عليهم اضافات هما الاثنين بتمنعهم من هم يحترقوا عن طريق ترسبات الكربون. خلاص، فالبنزين ال80 ده مش ميه، مش حاجه في الزباله يعني، لا هو فعلا يصلح للعربيات القديمه اللي معامل الانضغاط فيها او انضغاط البستم فيها خلاص. يعني مثلا نقول البستم بيقف هنا، خدت بالك، ده هيكون مناسب. ليه؟ لان عمليه الانضغاط مش كبيره. لكن لو البستم بيسافر مسافه طويله والانضغاط بتاعه عالي، ال80 هنا هيفشل، لان طبعا زي ما قلنا غرفه الاحتراق مختلف عن التجربه اللي احنا عملناها دي في ان الضغط فيها عالي والحراره عاليه. العربيات القديمه الانضغاط فيها مش عالي وما بيبقاش الظروف قاسيه، فال80 فعلا هيستحمل، لان هم لما عملوا ال80 برضه عليه الاضافات اللي بتمنعه انه يحترق الا عن طريق شراره البوجيه اللي بتمثل النار المباشره، وبيقاوم برضه الترسبات الكربونيه. ده في العربيات القديمه خلاص. طيب البنزين بقى ال95، البنزين 95 هو اللي هينفع للعربيات الحديثه. العربيات الحديثه طبعا بيكون الانضغاط فيها عالي والظروف فيها قاسيه جدا جدا، فوجود اي ترسبات كربون بسيطه لا، ال80 هينفجر. يعني ال80 هيشتعل امتى؟ هيشتعل والبستم لسه طالع، البستم لسه بيسافر في المشوار بتاعه اهوت، انا ماشي ماشي ماشي، المفروض ان انا اسيبه لحد ما يطلع فوق، لا بيخون بقى. ال80 بيخون، هيجي محروق فين وهو البستم لسه بيطلع؟ هتيجي عمليه الاحتراق حاصله، فسحب العربيه هيضيع ويحصل النوكينج او الصفع اللي طبعا بيضر المحرك جدا جدا على المدى البعيد. مين اللي هيتحمل في الحاله دي؟ البنزين مين؟ البنزين ال95. فببساطه شديده كده البنزين ال80 يصلح للعربيات القديمه، مش ضار خالص على العربيات القديمه اللي نسبه الانضغاط فيها قليل، لان زي ما انت شفت هو كمان قاوم الاحتراق عن طريق مين؟ عن طريق ترسبات الكربون. طبعا اللي احنا عملناه ده مختلف عن غرفه الاحتراق، بس ده مش سبيرتو في النهايه، هو برضو تحمل. لكن طبعا بالنسبه للعربيات الحديثه ال80 مش هيتحمل، 95 في الحاله دي هو اللي هيكون هو اللي هيكون مناسب. طيب احط 80 ولا احط 95 برضو عشان تبقى الحته دي مهمه؟ هتحط البنزين اللي ما يخليش عربيتك تسقف.
طيب من تجربتي انا في عده عربيات، ال 95 يا جماعه افضل حاجه في العربيات الحديثه بالذات، افضل حاجه. ال 95 فعلا بيمنع العربيه من التسقيف اكتر بكتير جدا من 92. حتى ال 92 ده انا يعني مش عارف له مله صراحه، ما اعتقدش انه 92 اطلاقا. يقول لك العربيه موصيه ببنزين 91 ولا 92، بس اعتقد لو في مصر ده مش 92، مش عارف، بس انا لا، العربيات بتسقف بيه. فعلشان كده ال 95 فعلا من وجهه نظري هو افضل حاجه. موضوع بقى وجود ترسبات في البنزين والكلام دوت، لا انا مش مقتنع بالكلام ده. الاثنين نقيين، الاثنين ما فيهمش اي مشكله. يمكن الاثنين ال 95 اكيد هيبقى فيه اهتمام اكتر. يعني اولا انا عمري ما شفت شوايب في البنزين ال 80، بس لو افترضنا ان في شوايب، هل هتكون موجوده في ال 80 ولا ال 92 ولا ال 95؟ اعتقد اخر بنزين ممكن يكون موجود فيه شوايب هو ال 95، لانه بيتحط لعربيات غاليه، فاكيد هيبقى فيه اهتمام اكتر بيه. فعلشان كده انا انصحك بالبنزين 95 للعربيات الحديثه. وبالنسبه للعربيات القديمه ما تضيعش فلوسك في 95، ال 80 ممتاز ما فيهوش اي مشكله، بس انت اهتم بتغيير الفلتر. اتمنى من الله ان التجربه تكون عجبتكم، واتمنى من الله ان انا اكون وفقت في ان انا اعمل حاجه كويسه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اللايك يا جماعه، وتدينا تعليق جميل كده والشير، لان ده فعلا بيساعد في انتشار الفيديو. وجمعه مباركه عليكم.